يحتفل مجلس النواب اليوم بمضي 150 عاما. عايزينك توجه كلمة للبرلمان في الاحتفالية بتاعته النهارده. البرلمان يعني هو أهم شيء في المجتمع، فلازم نهتم بيه وكلنا ندعم أصواتنا في البرلمان. ياخد خطوات إيجابية في حل مشاكل المواطنين. خدوا بالكم من البلد، يعني احنا بنشوفكم ايام الانتخابات، بعد كده ما حدش بيبقى ظاهر فيكم خالص. لو موضوع البرلمان يعني هو طبعا حمل كبير عليه وكده، وبرضه مسؤوليه كبيره مش قليله. اقول له ايه يعني، هو برلمان يعني فاشل. نأمل من كل عضو ومن كل موجود داخل البرلمان أن يقول كلمة حق للشعب المصري، إن هم يراعوا مصر بس في الظروف اللي هي فيها. بنركز شوية بس في شغلنا، ما يبقاش يعني شغلانة أنا نايب باخد فلوس بس. يعني احنا عاوزين نشوف برلمان يعني يلبي فعلا احتياجات المواطن المصري. نقول لهم اعملوا زي اللي سبقوكم، زي سعد زغلول وجمال عبد الناصر وانور السادات والناس الحلوه ديت. يعني انا ما شفتش حاجه من البرلمان عشان اقول له حاجه في عيده. اطلب منه يبص للشعب شويه ويشوف طلبات الشعب ايه ويطلبها من الحكومه. أهم جلسة فاكرها اللي هي الجلسة اللي اتكلموا فيها عن 400 مليون اللي بيصرفوهم في محو الأمية. للظروف اللي احنا فيها أنا ما بتابعش جلسات. كان ساعة لما أنور السادات باين قال أنا رايح الكنيسة. طبعا مناقشة قانون الخدمة المدنية. انا فاكر الجلسه اللي اتضرب فيها وزير الداخليه بالقلم.